شيخ، حول قول سمير بالأمس الصوتية زد صوتية. آه، أعوذ بالله من الرجل. لا صوتيها وادعى أعتقد الإجماع. أنا هو اللي مرض نفسي مش عالظهر. ممكن انتقل له المرض. حاله صار عافية الحمد لله، ذا عافانا ما ابتلى به. حاله ينبغي أن يكون كالنعامة، والنعامة أشرف منه. النعامة كما تذكر الأساطير أنها إذا رأت الصياد غرست رأسها في التراب، فهي أشرف منه. لو كان له ذرة من الحياء العلمي لاعتزل واختفى. مع هذه سلسلة الفظاعة العلمية وجهل مطبق ومركب لا يزال يخرج ويتكلم، فالله المستعان. شيخ الآن يزعم قال الشاعر قال: لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة، وأيضا قل إلا الوقاحة، إلا الحماقة وإلا الوقاحة وزنا ومعنى. إلا الوقاحة أي من يداويها، كل داء له دواء إلا الوقاحة إلا الحمق. نعم تفضل. يزعم أن قضية أو مسألة قاعدة تأخير البيان إلى وقت الحاجة مجمع على كونها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بالمعصوم. طيب هل ذكر المصدر؟ لا، لم يذكر. هل نقل عن أحد من العلماء أنها خاصة بالمعصوم؟ أبدا. وهل هو من أهل الاستقراء التام بمعرفة مواطن الإجماع ومواضع الخلاف؟ هو من هو؟ هو أصلا ما سمع من قبل بالقاعدة، وسياق جوابه يؤكده. قال: من أين لا هذا؟ تخلع. لأن القاعدة التي اشتهرت على الألسنة تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن لما أول مرة طرقت أذنه وسمعه تأخير البيان إلى وقت الحاجة قال: من أين له هذا؟ أنكرها ابتداء. فهذا الكلام غير معتبر، والكلام المعتبر هو الذي يدل عليه الأثر. فهو أولا ليس من أهل الاستقراء التام بمعرفة الإجماع. ثانيا لم يذكر المصدر، ولم يذكر من حكى أو نقل الإجماع. أما هو فليس أهلا أن يتكلم في العلم بعدما انكشف حاله واستبان أمره، لا سيما في مستواه العلمي، ناهيك عن هذا التخصص الدقيق وهو أصول الفقه. فهذا إذا لم يكن مكابرة ومجازفة وعنادا، فليس في القواميس معنى للمكابرة والمجازفة والمعاندة. في الحلقة هذه الثانية في رد على بيانهم السيء المشؤوم، نقلت عن ابن السمعاني أنه حكى الاتفاق على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والاتفاق على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. فقال هذان الأمران متفق عليهما بين أهل العلم، فحكى الإجماع. ثم ذكر المأخذ في جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، قال: فلعل المكلف، انتبهوا، لم يقل المعصوم، قال المكلف. معلوم أن هذا اللفظ يطلق على غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالتكليف، فهو مشرع وهو مبين كلام الله عز وجل ومبين القرآن، كما قال تعالى: لتبين الناس ما أنزل إليهم. فبين مشكله وخصص عمومه وقيد مطلقه وفصل مجمله، فهو مبين. فالمكلف يطلق على أمته ومن دخل في الإسلام من الملل الأخرى. فقال: عل المكلف ينظر بمعنى يجتهد أو يخطئ النظر،
بعدما ذكره للقاعدة وحكايته للاتفاق على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. ومن قرأ ردنا عليه في الأول وفي الآخر، فقد ذكرنا النصوص من الكتاب ومن السنة وآثار الصحابة، ونقلنا أقوال العلماء وهي كثيرة، لكن لضيق المقام اختصرنا على أهمها وأوضحها وأبينها في جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية صريح، وكلام شيخ رابح أصرح، بل كلامه في مختلف المواطن من بينها أنه ذكر لماذا شيخ الإسلام ابن تيمية سكت عن عقيدة النووي، ولماذا علماء النجد سكتوا عن عقيدة النووي وعقيدة ابن حجر. هل غشوا الأمة؟ هل غشوا الأمة؟ سيما أن المسألة عقائدية. هل يجرأ سمير وأتباعه أن يتهموا هؤلاء العلماء بأنهم غشوا الأمة؟ لماذا سكتوا؟ لماذا كتموا؟ ثم التمسك بهذه القضية وصارت كحلقة مفرغة لا يدرى طرفها، أو كالفلك الذي يدور حوله الرحى. هذا كله لصرف الأنظار عن لب الخلاف وجوهره. وعن ماذا؟ وعن تورط رأس التمييع، رأس الفتنة في بيع كتب أهل البدع. فيريد هو وأمثاله وأخدانه وأتباعهم أن يشغل الناس بهذه المسألة العلمية، هذه المسألة الأصولية العلمية، وكأن أس الخلاف بيننا وبينهم في اعتبار هذه القاعدة والاعتداد بها. وهذا كله من المراوغة والتحايل والتخايل. ولهذا نصحت مرات، نصحت السلفيين مرارا وتكرارا ألا يقعوا في حبالهم وألا يجروهم إلى ساحتهم فيخوضون معهم في هذه القاعدة. ونحن القاعدة ذكرنا المآخذ الكثيرة من بين هذه القاعدة في سكوتنا عن الرجل، لكن لم نسكت عن باطله. فقد كان الإخوة يأتوننا ويشتكون من المكتبة، وكنت أقر بوجود كتب أهل البدع تباع، وكنت أحيلهم إلى المعني بالأمر. حتى أذكر مرة جاءني إخوة واستشاروني في زيارة جناح مكتبة القدس مع ما فيهم كتب أهل البدع، فنصحتهم بعدم زيارتها. بل اتصل بي بعض الإخوة من الذين عرضوا أو كان يشتغل ما أذكر، لكن أذكر الإخوة الذي اتصل علي هل يشتغلون في المعرض مع وجود هذه الكتب، فنصحتهم بعدم الاشتغال، وقلت لهم وجودكم في المكتبة تهمة لكم، لأن لو مر بكم إخوة سلفيون ورأوكم في هذه المكتبة وفي هذه الكتب كتب أهل البدع ستتهمون، والسلامة مطلوبة. فنصحتهم بعدم الاشتغال. فأين هو السكوت؟ وحتى لو سكتنا لا يخفى عليكم أن السلفية مرت بظروف صعبة، ما تكاد ننتهي من فتنة حتى تفتح جبهة جديدة. فليس من العقل السليم والمنطق المستقيم أن تفتح لك جبهات أو أن تفتح هذه القضية مع من كان يساندك. وذكرت في ذلك دليلا
وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علق حدا من حدود الله، علق حدا من حدود الله، والأمر لا يتعلق بهذا الحد، ولم يخرج مخرج التعيين والتقييد، بل خرج مخرج التمثيل. قال لا تقطع الأيدي في الغزو. وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين هذا الحديث ضمن الأدلة التي ساقها في اعتبار قاعدة سد الذرائع، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم علق هذا الحد سدا لذريعة أن يفر ذلك الجاني إلى العدو، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، ولا يقتصر بالسرقة، حتى لو وقع في الزنا أو وقع في جناية توجب حدا من حدود الله عز وجل، فإنه من السياسة الشرعية الراشدة الحكيمة التي هي مصلحة كلها ومنفعة كلها وخير كله، اقتضى تعليق هذه الأحكام من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، لأن هذه الجناية قاصرة على الجاني وهي مفسدة، لكن مفسدة فراره إلى العدو ولعله يصير عندهم عينا لعلهم سركته، هذه بين آخر تستنبط. فمن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحنكته أنه علق هذا الحكم درءا للمفسدة الكبرى وسدا لذريعة فرار الجاني إلى العدو. هذه الدلائل على صحة هذه القاعدة، لكن يأبى إلا المسفسطون الذين يشطون عند السفسطة، فيذكرون المداخل والمخارج للرجل لتبرئة ساحته وتلميع صورته، ويقول بعضهم هذا من حظوظ النفس وكأنه شق على القلوب ويتآلى على علام الغيوب. حظوظ النفس، شققت على القلوب. والآخر يقول هذه مداهنة، والآخر يقول كذا يقول كذا. كثرت الأعذار وهي أولى أن يعذر لها، ليس لها خطام ولا زمام ولا أثر من العلم، تحامل فقط لتبرئة ساحته، وكأنهم بهذه الأعذار والاعتذارات سيحجبون الشمس بغرباله. وإلا، وهذا ما نبهت في الحلقة الثانية، فهناك قضيتان دعكم من القاعدة ومدى صحتها وعدم صحتها، فليس أنا الخلاف في القاعدة في صحتها أو عدم صحتها أو اعتدادي بها أو عدم الاعتداد بها. عندنا قضيتان. القضية الأولى بيع الرجل كتب أهل البدع، هذا لا ينكر إلا جاهل مكابر مجازف معاند، ليس لا معه الكلام، لأن الكلام معه عار عن الصحة وعار عن العلم، والمجادلة معه سفسطة وفلسفة. هذه القضية مسلمة عند السلفيين لا يختلف فيها اثنان. والقضية الثانية تحذير العلماء الأكابر منه بناء على هذا المأخذ وغيره، مأخذ بيعه لكتب أهل البدع، والمأخذ الثاني دفاعه عن المغراوي بعدما تكلم فيه الشيخ ربيع وبلغه كلام الشيخ ربيع، فقال كلامه الذي ينبئ عن التعالي والتجاسر في التعامل مع كلام العلماء، ويعكس عن حقيقة منهجه الذي كان يضمره منذ ذلك الوقت. قال كلام الشيخ ربيع ليس بوحي، هو صحيح ليس بوحي، وهذه القاعدة لاك بها الحلبي ومن قبله المأربي، وهي الشماعة لكل مميع منحرف. فلان ليس كلامه بالوحي وهو حق، لكنه أريد به باطلا،
هي كلمة حق لكن يراد بها باطل. فصحيح كلام الشيخ رابعه ليس بوحي، وقد قال أحمد رحمة الله عليه عن كلام عبد الله بن المبارك العلامة الزاهد المجاهد الفقيه، قال كلامه لم ينزل من السماء، فهذا حق. لكن هؤلاء هذا الحق صيروه باطلا أو ليبرروا للباطل، فقالوا كلمة حق لكن ليبرروا للباطل. هو كلامه ليس بوحي، لكن كلام العلماء لا سيما من أهل التخصص كلامه معتبر، لا سيما إذا لم يكن هناك كلام معترض ولم يخال في ذلك دليلا. فمسائل الجرح والتعديل أصل هذا الفن ما تكلم فيه الكثير، تكلم فيه قليلة من الحفاظ النقاد، وكانوا إذا تكلموا فإنهم يتكلمون بعلم المنافي للجهل وبالعدل المنافي للظلم، ويتكلمون أيضا بإنصاف المجانب للاعتساف. إذا أرادهم آخر هنا تأتي قاعدة التعارض الجرح والتعديل. إذا كان على العموم ما ذكر هؤلاء الحفاظ النقاد في الرواة ومعرفة بأحوالهم كان مقبولا ومعمولا به، وتناقله الحفاظ وتناقله النقاد ومن ألف في الجرح والتعديل، سواء في طبقة الثقات أو في طبقة المجروحين والمتروكين والضعفاء، فنقلوا كلام أحمد وكلام علي بن المديني ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وشعبة وغيرهم كثير تناقلوها. وما قال واحد من هؤلاء العلماء كلامهم ليس بوحي، ربما قالوها إذا كان عندهم دليل وناقشوا أو ردوا كلام الجارح أو المعدل بالحجة والدليل، كما وقع بين ابن خزيمة في كلام أحمد رحمة الله عليهما. فقد سئل عن راو وتكلم فيه ابن خزيمة، فقيل له إن أحمد يوثقه، قال أحمد لا يعرفه، أنا أعرفه، ولو علم أحمد ما علمت أنا منه لما وثقه. فرده بعلم ورده بدليل، كما رد الحفاظ توثيق الشافعي لشيخ يحيى ابن إبراهيم السلمي، وكان كان حسن الرأي فيه ولم يرضى بكلام الحفاظ فيه، فكان يوثقهم، حتى أحيانا كان يخفي اسمه ويقول حدثنا الثقة ولا يذكر اسمه، يخفيه. ولم يعتبرها العلماء علماء الحديث هذا جرحا وقدحا في الشافعي، وما قالوا كيف يخفي اسمه وهو متروك، وقد تركه الحفاظ، وبعضهم ينقل الاتفاق على تركه، والأحمد قال عنه جهمي والبخاري قال عنه قدري، لكن الشافعي كان حسن الرأي فيه. ومع ذلك ورغم مكانته في الحديث وجلالته ومع ذلك لم يرضى بقوله. فكانوا إذا ردوا كلام الجارح أو كلام المعدل يردون بعلم وزيادة علم قد خفيت على الجارح أو على المعدل. المقصود أنه لما رد كلام الشيخ ربيع، ولا سيما أن المغراوي عرف بمنهجه التكفيري بقطع النظر عن تورطه مع جمعية إحياء التراث، وهي التي أيضا أفسدته، فكان رأيه أشبه برأي سيد قطب في تكفيره عموما للمجتمعات الإسلامية. والشيخ ربيع رحمه الله لم يشذ ولم ينفرد بالكلام فيه، بل هؤلاء العلماء الكبار الذين كانوا أو كانت لهم عناية بالجرح والتعديل وكانوا من أهل التخصص هذا اتفقت كلمتهم على رميه بذلك، فما بقي
العوام إلا أن يسلموا لكلام هؤلاء أهل الاختصاص العلماء الأكابر. لكن الرجل لما كانت له هذه النزعة قديمة، نزعة التمييعية، فرد كلامه وقال بالقاعدة المأربية التمييعية: لا يلزمون لا يلزمون. وقد رماه الشيخ النجمي بأنه ليس على ضلالة بناء على هذا المأخذ. فكيف لو عايش هؤلاء الأكابر حقيقة علما وسنا، هؤلاء الأكابر عايشوا هذه الأحداث وسمعوا هذه القواعد: دعاة لا قضاة، وننصح ولا نجرح، ومثلتها، وسمعوا الثلب والطعن والغمز واللمز في السلفيين، وسمعوا رميهم أو رميه لهم بالبوائق بالمنهج الوحش، سيرهم كأنهم وحوش. والله أحيانا أبيت حيران من هؤلاء الذين ارتضوا في أحضانهم، إما أنهم كانوا سلفيين وإما كانوا مميعين مندسين. هل يرضى سلفي حر أن يوصل بمنهج الوحش أو بالحدادية النتنة؟ فأحد رجل ثالث لهما. إن كان سلفيا قحا فمحال أن نرضى هذا الكلام، لا فيه ولا في إخوانه. أما إذا كان مميعا فيرضى به، لأنه كما قيل: وافق الشم من طبق، فهو يتوافق مع هذا الرأي، مع هذا التوجه. المقصود لو أن هؤلاء العلماء الأكابر عايشوا هذه الأحداث فكيف سيكون موقفهم؟ لا شك بحسب القرائن سيكون موقفهم أشد وأعظم، لأن جزئية واحدة من جزئيات المآخذ كان ذلك هو موقفهم، فما بالك يعني قد ظلمات بعضها فوق بعض. وما بالكم ولكم ما تتصوروا لو سمعوا الخوارج من السابقين واللاحقين، والخروج بالسنان واللسان، والحاكمية ونقد البيعة، والحاكمية جوهر التوحيد، الخلاف بين الخوارج وبين أهل السنة من هذه الجزئيات، ثم يستدرك ويقول: قد يختلفون في بعض الجزئيات، قد للشك وللتقليل، قد يختلفون وقد لا يختلفون، وإذا اختلفوا فهي قليلة. هذا الرأي السقيم والمنهج الفاسد يناقض قوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. إذا اختلفوا في الجزئيات فكيف يحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنار؟ حتى إن الشاطبي الذي حرف كلامه وأفسده وغير ألفاظه حتى يوافق هواه، هو الشاطبي نفسه يذكر الفارق أو يذكر الأسباب التي أوجبت تلك الفرق مفارقة الفرقة الناجية، أنهم اختلفوا في الكليات، فارقوا أهل السنة في الكليات، ولهذا أجيبت لهم النار. أما على رأي هذا السقيم رأي الفاسد فهذا الحديث لا معنى له. أو ربما يقصد طوائف أخرى، لعل هذا تفسير هذا: كلها في النار طوائف أخرى، ليس الخوارج ولا الجهمية ولا المعتزلة ولا الروافد ولا طوائف أخرى في ذهنه، لأن الرجل ظهر أنه يتصور الأشياء في ذهنه ثم يتكلم بها ويأتي بكلام العالم أو العلماء، فإذا ما أنت النظر تجد حاله كما قال الشاعر: صارت مشرقة صرت مغربة، فشتان بين مشرق ومغرب. ففهمه في المشرق وكلام العالم المنقول عنه في المغرب. أنا لما رددت عليه في جزئية الشاطبي
لأن أكثر الأسئلة واردت على تلك الجزئية. أنا كنت أظن أن هذه الجزئية كتبها تغريدة أو في مجلس، ما كنت أعلم على أنها جزئية من صوتية. فلما رددت عليه لما أجاب وقال له كلام شيخ ربيع ما شيخ ربيع، قلت شيخ ربيع فين كلام شيخ ربيع؟ ما رأيت كلام شيخ ربيع هذا. فتواصلت مع بعض إخواننا قلت له الرجل يقول كلام شيخ ربيع ما شيخ ربيع. هذا الآن السؤال الذي أرسل لي هل هو جزئية فقط؟ أهو هكذا في تغريدة ولا في صوتية؟ قال هو جزء من الصوتية. قلت له عجيب. قلت له عندك صوتية؟ قال لي نعم. قلت له ممكن ترسل لي مفرغة؟ أرسل مفرغة. لما طلعت عليها وجدت فيها البلايا في الزوايا. والله المستعان. هناك أمور أشد، حتى في بطر كلام الشاطبي كان عنده كلام آخر أشد من كان الذي أرسل إلي. فقلت سبحان الله، عاتبت الإخوة لو أرسلت الصوتية كاملة أجيب عنها كلية كاملة على كل الشبهات التي فيها. الشاهد فيها وقفت على كلام الشيخ ربيع الذي ذكره مجملا، قال وافقت كلام الشيخ ربيع ونحو هذا الكلام. أنا قلت هذا رجل زنجي يقرأ ولا يفهم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفات فهم السقيم. كلام الشيخ ربيع واضح، قسم الناس إلى 3 أقسام، و3 أقسام كلها تدين في حكم على المميع بالبدع، وليس في كلام الشيخ ربيع عدم الحكم على الفرد الواحد المعين بالبدعة، بل فيه تنصيص. سيما القسم الأول قال سواء أقيمت عليهم الحجة أو لم تقام عليهم الحجة، ومثل للخوارج ومثل لبعض الفرق وقال وألحق بهم الجماعات، قال كالإخوان وكالتبليغ. هذا من باب التمثيل. لكن كان شيخ ربيع تستشف منه أنه رأيه في الجماعات، كل الجماعات الإسلامية تلحق بالفرق 73. قال سواء أقيمت عليهم الحجة أو لم تقم الحجة. مع ذلك نحن تنازلنا وتسامحنا وتجاوزنا وخرجنا مع القسم الثالث، ولم نقل ابتداء هو القسم الأول، رغم أننا نقلنا كلام الشيخ ربيع يقول عن جماعة التمييق أنهم أخطر جماعة على المنهج السلفي، ونص على تبديعهم نص مبتدع. ومع ذلك جاوزنا وتنازلنا ونزلنا هذا المنهج التمييق على القسم الثالث. والقسم الثالث ماذا اشترط فيه؟ إقامة الحجة، النصح، المتابعة بالنصيحة، لعل يكون جاهلا، لعل لابد من مناصحة، لابد من إقامة الحجة وانتفاء الموانع. وهذا ما قمنا به لله الحمد منا. فقد أقمنا الحجة وبينا المحجة، أقمنا الحجة وبينا المحجة، وقاطعنا الأعذار مع توفر الشروط وانتفاء الموانع، فيشمل القسم الثالث. فقلت في نفسي هذا رجل زنجي يقرأ ولا يفهم، يعني حاله كحال يعني من يناظر خصمه وهو يقدم له الدليل على محاجته. أنا ما وقفت كلام شيخ ربيع وما رأيت إلا بعد ما استدل به، ونظير ومثله كلام شيخ سليم بن تيمية. الحاصل أن هناك قضيتين اثنتين: قضية بيع رجل كتب أهل البدع، هذا فيما مضى، وثناء أو دفاع للمغراوي. وقضية ثانية تحذر العلماء منه بسبب هذا المأخذ. إذا دعوكم من السفسطة. قاعدة صحيحة أو ليست صحيحة، قاعدة للمعصوم أو ليست للمعصوم، مداهنة ليست مداهنة، شققتم على القلوب وقلتم يعني حظوظ نفس. هذه الأعذار ألقها في اليم، لأنها لا تقدم ولا تؤخر من هاتين القضيتين. وليست هذه الأعذار، وأقول من باب المبالغة حتى قطع الطريق على المصيدة والمعصدة الفيسبوكيين،
أقول من باب المبالغة فقط. هذه الأعذار لا تعيد لهؤلاء العلماء البعث من جديد، ويذكر لهم أن الجمعة استدل بهذه القاعدة وهي خاصة بالمعصوم، لعلهم يتراجعون عن أقواله. فدون ذلك خرط القتاد. إذا دعوكم من السفسطة، والسفسطيين ما أكثرهم. من يبحث عن موطئ قدم جديد بعدما رفضتهم الدعوة، الآن يعيدون الكرة للبحث عن موطن قدم، لعلهم يلملمون جراحهم ويجمعون شتاتهم. لكن الحمد لله هذه الأمور لا تنطوي على السلفيين، والحمد لله أعتقد أن السلفيين الثابتين الصادقين الواضحين لا يحتاجون إلى هذه الأعذار، ولا يتلاعب بعقولهم، وليسوا بمغفلين عما يقوم به هؤلاء المميعون. ليسوا بمغفلين. ممكن تصطادون بها عقول مغفلين من أتباعكم، تخادعونهم وتلبسون عليهم الحق بالباطل، كما ذكر الإمام أحمد في مقدمة كتابه رد الجهمية والزنادقة. فهذا وديدنهم، أنهم يلبسون على الناس ويخادعونهم. أما السلفيون فلله الحمد والمنة، والله المستعان. على العموم لا ينبغي للسلفيين. من هذا؟ على العموم أن السلفيين لا